في الوقت ده ما كانش لسه عندنا شركات توزيع، فعشان يتم توزيع الفيلم بشكل كبير نشرت مجلة الصباح في يوم 28 نوفمبر 1930 الإعلان التالي: إلى حضرات أصحاب ومديري دور السينما بالقطر المصري، كل من يريد استثمار هذا الفيلم العظيم فليخابر صديق أحمد متعهد الحفلات المعروف المخابرة يوميا بمطبعة الرغائب بشارع محمد علي بدار المؤيد بمصر. ومش بس دي المشاكل اللي واجهت فيلم زينب في بدايته، لا كمان جريدة اللطائف المصورة نشرت مقال وقالوا إن الفيلم بيهين سمعة الريف المصري، لكن محمد كريم كان ليه رأي تاني خالص وقتها ورد على المقال ده في جريدة الصباح فيما بعد وشرح وجهة نظره ودافع عن الفيلم. في الختام محمد كريم كان مخرج عظيم شغوف جدا، عنده فكر وعنده هوية عايز العالم كله يشوفها. عشان كده محمد كريم هيستمر معانا فترة طويلة، لأنه هيكون الجسر اللي بتعبر عليه السينما المصرية لانتقالها لمرحلة السينما الناطقة. في الحلقة الجاية هنستمر مع السينما المصرية في الثلاثينات مع تجارب أكثر نضجا ومع حلم جديد بيتولد، حلم استوديو مصر. كان معاكم نادر سيف الدين.